السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتكم قناة سعد الحجر. النهاردة إن شاء الله هنتعرف على تصميمات العلب وإزاي بتتعمل وإزاي بتعمل لها داي كات وإزاي بتعمل لها داي لاين أو ريجة أو تكسير ومعنى الكلام ده إيه وإزاي بنصممه. فلو أنت مهتم دوس لايك واعمل شير سبسكرايب ودعمنا ويلا بينا نبدأ الفيديو. والسلام على رسول الله. اهلا بكم مره ثانيه. النهارده ان شاء الله هنتعرف ازاي نعمل علبه بيتزا زي اللي انتم شايفينها دي، تمام؟ من الالف للياء، من A to Z. فاحنا اول حاجه خالص بنشتغل على مقاسات العلبه، بناخد مقاسات الواجهه بتاعت العلبه وبناخد مقاسات السمك بتاع العلبه، وفي جوه شويه تفاصيل كده هنتكلم عليها. اول حاجه بنفتح العلبه كده، تمام، ونبص عليها. ديت الشفه اللي احنا شايفينها دي او الجزء ده بيبقى كده ايه، فيه كيرف كده زي ما انتم شايفين، فيه كيرف بحيث ان هي لما تيجي تنتني كده تخش جوه المنيم اللي معمول تحت اللي هو هنا ده، تمام، بتدخل جواه كده. اوكي، وبنيجي هنا في الجنب هنا برضو نفس الحكايه بالشكل ده، وهنا في فتحات. الفتحات ديت زي ما انتم شايفين في فتحتين هنا كده على شكل دايره، وبعد كده في لسان هنا ولسان هنا بيخش ده كده، وبعدين بيدخل العلبه. الجزء الثاني من العلبه بيخش كده، اوكي، بيخش جوه العلبه بالطريقه دي كده. ولو جينا بصينا في الجزء الثاني من العلبه هنلاقي في عندنا فتحتين هنا اهم، دول برضو بيخش فيهم لسانين. لو فتحنا العلبه كده نلاقي لسان هنا كده ولسان هنا كده بيخشوا في الفتحتين دول. وعندنا الدايره دي برضو، تمام، بتيجي مع الدايره او مع الفتحه اللي فوق دي. اوكي، يلا بينا ناكل بيتزا مع بعض ونخلص التصميم ده. نيجي كده اول حاجه هنبص على العلبه. طبعا انا مصورها لكم عشان تبين معاكم المرحله الاولى، ان انت بتاخد المقاسات بتاعه العلبه. هتيجي كده مثلا تاخد المقاس ده مربع تقريبا 33 في 33، والجزء ده وكل ده 4 سم. خلاص كل الحاجات دي كده 4 سم، وديت نفس المقاس بتاع العلبه من هنا، نفس المقاس هنا 33. عندك في الفتحات دي، تمام. انا حبيت اصورها لكم برضو عشان تكون عندكم الخلفيه وانتم شغالين. هسيبها لكم برضو في الديسكريبشن بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وتقدروا ان انتم تشتغلوا عليها الماكت اللي قدامنا ده، او الداي كات والداي لاين اللي هو تكسير، اللي هو قص، اتعمل لها اسطمبه تكسير وتتقص على الشكل ده، شكل العلبه. من جوه الخطوط الخضراء دي هي خطوط التانية او الريجة اللي هي بتتني الاجزاء دي كده وتخش في بعضها. فاحنا اول مرحلة هنشتغل عليها هي المرحلة دي. اول حاجة هنفتح ملف جديد، فايل نيو، ونفتح مقاس مثلا 50 في 90 بحيث ان هو يستوعب العلبة، وبعد كده نعدل المقاس بتاع الارت بورد عادي مفيش اي مشكلة. ونيجي تحت هنا هنخلي الكالر مود CMYK، والسكرين BPI او الريزوليوشن بتاعه هيبقى مثلا 72. وبعد كده لما نحب احنا نصدر للمطبعة بنغير الدقه بتاعتنا او الريزوليوشن بتاعنا، بنخليه مثلا 300 BPI بحيث ان انت وانت شغال ما يحصلش معاك لاج او يحصل معاك حاجه. وندوس كرييت. هنجيب معانا برضو الصوره عشان نشوف مع بعض، نحطها في جنب كده ونبدا نشتغل عليها. اول خطوه هنجيب الريكتانجل ونضغط ضغطه واحده هنا، ونضغط على اللينك ده كده بحيث ان هم يكبروا ويصغروا مع بعض. هنشتغل على المربع، وهنيجي كده نكتب 33 في 33 بالشكل ده كده ونقول اوكي. وهنشيل الفيل ونخلي الستروك مثلا احمر، خليه 2. هنيجي ناخد الت، نضغط الت من لوحه المفاتيح ونسحب للشمال كده مع الشيفت، ونخلي الخطين دول على بعض بالظبط كده، ونبدا نعمل الاجزاء اللي حوالين العلبه. نخش على ترانسفورم ونشيل اللينك ده، ونيجي هنا نخلي العلامه البيضاء دي هنا في اليمين بحيث ان هو يصغر من هنا كده، يصغر من اليمين للشمال كده. مالناش دعوه بالهايت، الهايت زي ما هو، الارتفاع زي ما هو، احنا عايزين بس العرض. الويدز هنخليه 4 سم وندوس انتر، هيبقى معانا بالشكل ده كده. كبر شويه ونبص كده، هنجيب الدايركت سيلكشن وننشط الكورنر ده بس، ونضغط انتر من لوحه المفاتيح. وهنيجي هنا في الفيرتيكال ونضغط 0.5. نشوف البريفيو بتاعنا، جت هنا كده نص سنتي، دخلت لهنا نص سنتي، وهندوس اوكي. وهنيجي هنا في الجنب الثاني بالدايركت سيلكشن السهم الابيض وننشط الكورنر ده نفس الحكايه، نضغط انتر. ونيجي هنا في الجزء اللي احنا غيرنا فيه وعملناه نص سنتي هنخلي هنا سالب، نحط علامه سالب ونشوف البريفيو بتاعك دخل من هنا نص سنتي ونقول اوكي. هننشط بقى الاثنين اللي احنا غيرناهم دول، نشطهم ونيجي على الدايرتين دول نسحب من هنا كده بالشكل ده كده، تمام. عملت معانا الكيرف اللي احنا شايفينه هنا في الجنب ده كده. ونيجي الت ونسحب مع الشيفت، ناخدها هنا كده، نخلي الخط على الخط كده بالظبط. نيجي على البروبرتس ونعمل ريفلكت بالشكل ده كده، ونيجي كده نسحبها ونجيبها هنا كده بس مع الشيفت. طبعا ناخد واحده ثانيه
الت ونسحب ونيجي بالشيفت نقلبها كده وناخدها هنا كده. طبعا عندك السمارت جايد مظبطه الدنيا خالص قدامك اهيت، اللي هي اللي باللون البينك جايبها لك في السنتر بالظبط، والخط على الخط مظبوط 100%. لو انت عايز تتاكد بتدوس كنترول حرف الواي من لوحه المفاتيح، تبدا تكبر وتشوف لو في مشكله ولا حاجه، الخطوط مش جايه على بعضها او كده، تبان قدامك على طول. كنترول واي تاني برجع التصميم لاصله، واجي انشط المربع الداخلي ده وبالالت وبالشيفت وبسحب لفوق بالشكل ده، بقوا فوق بعض كده. ااكد ازاي؟ اكد كده، اشيل كده وارجع كده بالشيفت كده، ايه مظبوطين 100% على بعض. طيب انا عايز الجزء اللي هو ال 4 سم اللي موجود هنا ده، بخش على ترانسفورم وبخلي العلامه هنا تحت، يعني باجي هنا كده اخلي العلامه اللي هي البيضه دي، المربع الابيض ده اخليه تحت هنا كده، بحيث ان هي تصغر من فوق لتحت. وباجي على الهايت اخليه 4 سم برده وادوس انتر، تبقى معايا بالشكل ده. انشط الاثنين دول، لو انا ما عرفتش اجي هنا كده واسحب، انشط الاثنين اللي في النص دول وبالشيفت اضغط هنا، فبشيل ديت من التنشيط وابدا اخد الت كده وبالشيفت واسحب واعمل الجزء الثاني من العلبه هنا كده. يبقى انا عملت الجزء ده والجزء ده اهو، اللي هو هنا واللي هو هنا. هنا الاجزاء دي خلاص جاهزه هنا اهيت، نبدا نشتغل على الاجزاء الثانيه. بس هنعمل الجزء اللي فوق الاول. اخد ده اللي في الوسط ده واطلع بيه اللي فوق الشيفت كده، واجي اخد واحده كمان الت واسحبها كده زي ما انتم شايفين، هي على جزئين هنا، ادي واحده وادي واحده. هاجي هنا واخلي الجزء ده اقل شويه من ال 4 سم، بحيث ان الثانيه هنا تبقى ناعمه شويه، بدل ما تكون كسره على طول لا تبقى ايه ناعمه شويه. اخد كده انشط ده واجي على الترانسفورم واخلي العلامه اللي هي البيضه دي، المربع ده اخليه من فوق، بحيث ان هي تصغر من هنا ما تصغرش من هنا، بحيث ان هي تسيب المسافه بين المربعين دول 3 من 10. وهاجي هنا اخليه 3 و7 من 10 وادوس انتر كده، ثابت لي ايه مسافه بين المربعين دول. اجي اجيب البين تول واجي من هنا كده، اول ما تقول لي انكر هتنكر انت بقى هنا كده، وتيجي مع الشيفت تنكر تاني هنا، انكر كده تمام، وصلتهم لبعض. وبالالت اسحب كده مع الشيفت، اسيب بقى كله ومع الشيفت بس كده ايه ابدا اسحب واجيبها هنا كده، ايه ظبطت تمام. نبدا بقى نشتغل على الجزئين دول، الجزء ده والجزء الثاني اللي هنا عندنا هنا ده. هاجي اخد المستطيل ده واخد منه الت وبالشيفت ابدا اغير اتجاه المستطيل واجيبه هنا كده بالظبط كده، ايه في السنتر بالظبط قصاد دي كده. واجي هنا املى الجزء ده، اضغط الت واسحب منها نسخه تحت كده مع الشيفت كده تمام. وهاجي من فوق اسحبها بقى كده، اجيبها على المربع هنا كده، ومن فوق اعمل نفس الحكايه، اخد الت من هنا واخد المربع ده واجي تاني اكرره لفوق بالشيفت برده كده مظبوطين 100%. باجي هنا بقى بعمل الجزء ده، يعني انت لو جيتوا هنا بصيتوا هتلاقيني هنا في جزء كده مكسور او مقصوص، فاحنا هنعمله في الجنب التاني. هنيجي هنا كده النشط دي، نجيب البين تول كبر شويه بقى كده، تعالى في الجزء ده كده بعد 2 3 مللي قصاد دي كده مثلا 3 مللي كده، واضغط هنا نقطه وهات الدايركت سيلكشن ونشطها كده، وخد بالاسهم كده الايه للشمال تمام كده. وهاجي اخد دي برده كده، على فكره تقديريا يعني مش لازم بالظبط يعني تمام كده. وهاجي اخد الموف تول او السيلكشن تول، انشط هنا واخش على البروبرتس واعمل ريفلكت بالشكل ده كده، بحيث ان الفراغ يبقى من او القص من الجزء ده كده تمام. ده اللسان اللي بيخش جوه، نلاقي ده هو اللسان اللي بيخش في المنطقه دي كده. انشط الاثنين دول، الاثنين دهم انشطهم مع بعض، وادخل هنا تحت الاقي الباسفندر في البروبرتس واضغط عليهم ادمجهم في بعض بالطريقه دي، يبقى اللسان حته واحده اوكي. وهنشط دول كلهم كده 3 والت، وهسحب مع الشيفت اول ما يدقر معايا كده في الجزء ده كده ويبقى متوازي معاها كده، والخطوط البنك بتاعه السمارت جايد مظبوطه، بسيب واجي هنا كده واعمل ايه ريفلكت واحده عكس واحده، بحيث ان هما الاثنين مكسورين من ايه من جوه من هنا كده. كده انا فاضل لي الفتحات اللي موجوده هنا. الفتحه ديت بتبقى حوالي 2.5 في 2.5. هنجيب الاليبس نضغط ضغطه واحده، ننشط اللينك نضغط هنا 2.5 وندوس انتر حرف الفي، او ناخد السلكشن تول ونكبر شويه كده بالالت والسكرول ونطلع فوق كده. عايزينها في الوسط بالظبط، يعني كده وكده مظبوطه وجايه في وسط الخطين، هي كده تقريبا في وسط الخطين اللي هو اللي فوق واللي تحت. بس احنا عايزين نتاكد، نعمل الاين، هننشطها الدايره وننشط معاها مع الشيفت اي مربع من دول، وهنيجي على الالاين ونعمل كده. خلاص كده هي بالظبط في وسط التصميم بتاعنا. هاجي كده اخد منها نسخه الت واسحب مع الشيفت وانزل لتحت واجيبها في وسط الخط ده، يبقى الخط ده قاسمها نصين بالشكل ده. هنيجي بعد كده نعمل الفتحتين دول، هنجيب المربع نضغط كده وندوس 5 ونضغط 0.37 اوكي. نبص عليها كده. طيب احنا عايزينها بالظبط، نجيبها هنا كده على الخط ده كده، اول ما نيجي عليه بتدقر فيه كده وتدينا اللون البينك ده. عايزينها تبعد عن المكان ده 4 سم، هندوس انتر من لوحه المفاتيح خلي ده كله 0 تمام. وهنيجي هنا نكتب 4 ونعمل بريفيو، ايوه تمام اوكي. خلاص هي كده بعدت 4 سم عن
اخر العلبه، دي الشفه ودي العلبه من جوه. طيب عايزين نعمل الجزء الثاني، خلط وبسحب مع الشيفت واجيبها برضو عند نفس ايه الركن ده او الجزء ده الخط ده، وادوس انتر واعمل -4 وادوس اوكي. خلاص كده من هنا 4 سم ومن هنا 4 سم، انشطهم الاثنين مع بعض وبعمل كنترول جي اخليهم جروب واخد منهم الت واسحب فوق مع الشيفت اجيبهم فوق خالص كده وكليك يمين عليهم واجي هنا اعمل ان جروب. تمام عشان اشتغل على كل واحده لوحدها. كبر على دي كده، دي المفروض تكون اقل من الارتفاع ده، يعني الارتفاع ده يكون اكبر من الارتفاع ده لان ديت هتخش في الثانيه، الجزء ده هيخش في الجزء اللي تحت. فانا باجي هنا وباجي على الترانسفورم واجيب العلامه المربع ده اجيبه تحت هنا كده واخلي الارتفاع 3/10. اشيل السبعه دي خالص كده وادوس انتر يبقى هي كده ايه 3/10 ارتفاع. واجي على دي برده نفس الحكايه، ترانسفورم خلي العلامه هنا واجي على تحت ده واشيل ال7/10 وادوس انتر يبقى هما الاثنين قد بعض بالظبط. طيب تمام، انا عايز الكورنر ده والكورنر ده يخش لجوه من هنا ويخش لجوه من هنا زي ما عملنا قبل كده. هننشط عليها كده نجيب الدايركت سيلكشن وننشط الكورنر ده وندوس انتر، دخلت لهنا. طيب احنا عايزين ندخلها قد ايه؟ احنا عايزين ندخلها 2/10، نعمل -0.2 وادوس اوكي واجي من هنا وادوس انتر واخليها بدل سالب اخليها موجب بقى 0.2 وادوس اوكي. تمام، ونفس الحكايه تتعمل مع الجزء الثاني. وانشط دول كده، المربع اللي تحت ده والاثنين اللي فوق دول انشطهم مع بعض واخش على البروبرتيز واختار الباسفندر واخد اول واحده بحيث ان هي تبقى حته واحده، لان طبعا الخط اللي موجود ده معناه ان هي هتتقص، احنا مش عايزينها تتقص، احنا عايزينها يقص لي بس الايه الجزء اللي بره بس، ما يقصليش حاجه من جوه. اجي بعد كده على الفتحتين اللي تحت دول او الدايرتين دول، اجيب الاليبس من هنا او حرف ال من لوحه المفاتيح واضغط اوكي، واضغط هنا كده اخليها 1.5 في 1.5 اوكي، واخدها كده واجي هنا كده. اول ما باجي هنا هتلاقي الخطوط معايا السمارت جايد زي ما انتم شايفين ظابطين الاداء خالص. بجيب ادي واحده واخد بالالت مع الشيفت واخد الثانيه كده ظبطت تمام كده، ايه كله تحت السيطره. طبعا الشكل اللي قدامنا ده كله حاجه واحده، احنا عايزين نخليه اللي بره ده قص والحاجات اللي جوه دي تانية او ريجه. فباجي بالدايركت سيلكشن وبنشط دول كلهم كده، اللي جوه الحاجات اللي جوه دول اللي انا علمت عليهم بالظبط هم دول، نشط عليهم كده وهتدوس من لوحه المفاتيح كنترول اكس هتشيل الجزء اللي انت حددته كله اهو. تمام، وعايزين نرجعهم مكانهم تاني. احنا طبعا بنعمل نسخه تانية عشان نغير لونها، المقصود من كده ان احنا نغير لون الاجزاء اللي جوه دي، عايزين نرجعها مكانها تاني بندوس كنترول اف عشان تسقط في مكانها بالظبط. واتاكد طبعا في هنا مربعات فوق بعضها فاكيد سايبه نسخ. تمام، فانا هتاكد ان دي طبعا اكيد دي نسخه لوحدها ودي نسخه لوحدها. احنا هنخش هنا نضغط كده في الدايركت سيلكشن ونشيل كده تمام. واخش هنا برده نفس الحكايه ديليت بعمل ديليت، هنا برده بعمل ديليت، يبقى كده ثابت لي نسخه واحده لانهم كانوا نسخ فوق بعض. وانشطهم تاني كلهم كده برده بالدايركت سيلكشن، اخش على البروبرتيز واخش على الايه على الستروك اغير اللون بتاعه، اي لون بقى انا عايزه خليه اخضر مثلا بالشكل ده. وباجي بعد كده نفس الحكايه بختار الجزء ده والجزء ده، اختار الجزء ده والجزء ده وكنترول اكس كنترول اف واجي كده انقر هنا كده انشط واعمل ديليت. تمام، وهنا برده نفس الحكايه ديليت وانشطهم تاني كده وانشط دول برده كده واخش هنا اغيرهم اخليهم اخضر. تمام، واجي حاجه اخيره نكبر كده نخش على الدايره، عايزين نشيل الجزء اللي هو داخل الدايره ده اللي هم الخطين الخضر اللي داخل الدايره عشان ما يبقاش فيه تانية وقص، لان طبعا التانية هتبقى لغايه هنا والقص هيبقى على قد الدايره دي. هنيجي ننشط الخط ده وناخد البنتول نضغط نقطه هنا ونزود نقطه هنا ونجيب الدايركت سيلكشن ونشيل دي ديليت، ننشط دي كمان وناخد البنتول ونيجي هنا كده نقطه وهنا كمان نقطه وناخد الدايركت سيلكشن وننشط الجزء ده ونعمل ديليت واجيب الدايره فوق بقى. خلاص انشط الدايره كنترول شيفت حرف الدال من لوحه المفاتيح هتيجي فوق خالص ونيجي تحت نفس الحكايه اللي عملناها فوق هنعملها هنا. وبكده يبقى احنا خلصنا التكسير والريجه. نيجي لاخر حاجه هننشط الكل كده وهنيجي هنا على اوبجكت ونختار كرييت تريم ماركس، يعني هنعمل علامات هنا للقص بحيث اللي هي العلامات اللي تكون في امان شويه للي بيقص بحيث ان هي ما ترحلش كده ما ترحلش كده، حتى لو رحلت تبقى في الامان. نختار كرييت تريم ماركس، لو بصينا فوق كده هنلاقي العلامات دي اخرنا هنا واخرنا هنا، يعني هنطلع بالالوان لغايه هنا عادي ما فيش اي مشكله. من تحت برضو هتلاقيها نفس الحكايه. اجي بقى اختار علامه الارت بورد او شيفت او من لوحه المفاتيح واجي هنا على اي علامه من علامات الترم دي
واضغط عليها ضغطتين، خلاص كده ايه حدد لي مقاس التصميم بتاعي اللي انا هشتغل فيه. نيجي بعد كده لمرحله التصميم. طبعا انت بتحتفظ نسخه من دي من الارتبورد بتاعك ده، وبتيجي هنا تعمل تضغط على الارتبورد وتضغط الت تسحب كده، تبدا تشتغل على النسخه دي وتسيب النسخه دي موجوده معاك. هتيجي كده تنشط دول كلهم كنترول اكس، تيجي هنا تعمل لاير جديد تنشطه كنترول اف، تنزل في نفس المكان هنا. يبقى احنا شغالين على لاير 2 وهنسمي لاير 2 ده هنسميه ديزاين. ونيجي هنا هناخد الحاجات اللي احنا هنشتغل بيها، الالوان والفيكتور اللي احنا شغالين بيه، كنترول اكس تخش على الديزاين تنشطه كنترول اف، تمام. وتاخدهم بقى هنا عندك في المكان ده كده، وتيجي على اللاير اللي تحت ده تقفله خلاص وتبدا تشتغل هنا. هنشط دول كده كلهم كنترول جي اعملهم جروب، وهاجي هنا ايه اخليهم بلون ابيض، واجي انشط بقى الالوان كلها واعملهم في جروب. انظم شغلي بقى كده عشان ايه الحاجه بتاعتك تبقى مظبوطه وتسرع معاك الوقت. هاجي اعمل ريكتانجل ضغطه واحده كده واعمل 50 في 90 اللي هو مقاس الارتبورد، اوكي، واعمل له الاين واغير لونه حرف الاي من لوحه المفاتيح، واضغط هنا على اللون البرتقاني ده. اجيب الريكتانجل ده هجيبه تحت ايه التخطيط اللي احنا مخططينه ده، واجي عليهم الاثنين انشطهم كده واقفلهم بالطريقه دي بحيث ان احنا الحاجه ما تتحركش معانا. الاول هختار اللون الاحمر واجيب الريكتانجل واضغط ضغطه واحده هنا واعمل 33 في 33 زي ما احنا عارفين الجزء المربع اللي هنا ده، اوكي بالشكل ده كده. واجي على قائمه لاير وافتح كده واخلي الشغل بتاعي كله فين تحت الخطوط كده، هنا في الجزء ده تحت الخطوط، يبقى الدايره طلعت فوق اهيت، يبقى الشغل بتاعك كله تحت الخطوط عشان تبقى عارف انت ماشي ازاي. بعد ما تخلص التصميم بتشيل الخطوط دي خلاص. طيب عايزين نقسم الجزء ده كده نصين، هجيب الدايركت سيلكشن واجي على النقطه دي انشطها واعمل ديليت، خلاص كده بقت معايا بالشكل ده. وهاجي عليها واخد الجريدينت واضغط هنا كده، اضغط هنا ضغطتين واجي هنا اشغل CMYK كلر من هنا كده، اختار بالدروبر ده اختار اللون ده، واجي هنا كده ضغطتين بالدروبر اختار اللون الاغمق بالشكل ده، واجي اغير اتجاه الجريدينت اوسعه شويه كده، وممكن اجي على ده ممكن ايه افتحه شويه اضغط ضغطتين واجي هنا كده اوكي، واجيب الريكتانجل وابدا اعمل مستطيلات بالشكل ده كده بالالت كده مع الشيفت الت وشيفت، وابدا اعمل الاشكال دي كده الت واسحب تاني تمام، وكنترول دي ابدا ايه احط العدد اللي انا عايزه من المستطيلات دي، بشوف اخر واحد هنا وابدا اجيبه كده ايه على اخر الخط الابيض بالشكل ده تمام، وانشطهم كلهم. اتفضل معايا الاخراني ده مع الشيفت انشطه، واجي على الالاين واختار هوريزونتال ديستريبيوت سنتر بحيث ان المسافات بينهم وبين بعض تكون مظبوطه، واجي هنا على البروبرتيز واختار الباس فيندر وادمجهم في بعض واجيبهم تحت كنترول حرف الجيم من لوحه المفاتيح هجيبهم تحت، وابدا اخف اللون بتاعهم بقى من هنا من الاوبستي كده مثلا، واجي اخد الاليبس واعمل دايره في الوسط، طبعا الالت والشيفت مع بعض عشان تكبر من السنتر، اصغرها شويه بالالت والشيفت مع بعض كده، وانشط الدايره مع المثلث ده كده، واجيب الشيب بيلدر تول واضغط هنا ضغطه واحده تعمل لي نسخه من ده زي ما انتم شايفين كده، وده نسخه لوحده. وهاجي اعمل مستطيل تاني، المستطيل ده 33 في 4 سم احطه هنا، واخش هنا كده اخليه لونه مثلا احمر او اغمق شويه، واعمل كنترول سي كنترول اف بحيث ان تعمل لي منها نسخه، وابدا اخد النسخه كده اخش بيها كده وصلنا للسنتر، واغير لونها اخليها مثلا بالاسود، وابدا اخد ده بالدايركت سيلكشن اكبر شويه كده عشان اشوف برده، وابدا اخده كده الاسهم مثلا كده بالشكل ده مثلا، ودي برده شويه كده اخدها لليمين تمام، واخد الاثنين دول انشطهم مع بعض واعمل لهم جروب كنترول جي والت واسحب لفوق احطهم هنا، طبعا هم كده شكلهم فوق وهنا برده شكلهم فوق، انا انشط ده وده الجروب ده والجروب ده، واخش على قائمه لاير واسحبهم الاثنين واحطهم فين تحت هنا، ده ايه ده المخطط اللي احنا عاملينه هنحطه تحته كده، بصينا هنلاقي الدايره طلعت فوق هنا، وهنلاقي هنا ديت لسه ما طلعتش، احنا هناخدها برده نحطها تحت هنا، الدايرتين بتوعي يبانوا هنا برده، اخد بقى نسخه منهم تاني ومع الشيفت ابدا ادورها كده واحطها هنا، وهنا برده نفس الحكايه مع الشيفت الت واسحب اوكي تمام، والت واسحب واحده واحطها هنا كده، وممكن اجي اعمل لها ريفلكت كده مثلا، يبقى تحت كمان بايه بكنترول حرف الدال وحرف الجيم اجيبهم فوق كده، وديت الشفه دي مش هنعمل فيها اي حاجه لان هي ديت هتخش جوه العلبه مش هتبان، وبرده نفس الحكايه ده مش هيبان وده مش هيبان، اللي هيبان الجزء ده والجزء ده وده وده. نبدا نحط بقى البيانات بتاعتنا والصور بتاعتنا، هننشط الجزء ده وهنضغط كنترول شيفت حرف البي من لوحه المفاتيح، ونخش نجيب البيتزا بتاعتنا صورة البيتزا ونسحبها كده وننزلها تحت خطوة
واحده كمان خطوه. تمام كده هي فوق كده، نص الدايره دي فوق الصوره. نجيب الصوره بقى نصغرها شويه مع الالت والشيفت، نحطها كده بالشكل ده وننشطها مع الدايره دي، نص الدايره ده كده، وكليك يمين ميك كليبنج ماسك كده، يبقى الصوره دخلت جوه النص دايره. طب احنا عايزين نكبر الصوره شويه بحيث ان ما نسيبش الحاجات الاطراف دي السوداء دي. هنضغط ضغطتين ونخش جوه الماسك ونكبر الصوره بتاعتنا بالالت والشيفت كده ونجيبها كده نحركها، نضغط بره ضغطتين خلاص كده تمام. عايزين بقى نعمل شرشره هنا كده بحيث ان هي كانها ايه العجله اللي بنقص بيها البيتزا. هنيجي نعمل اليبس في ال من لوحه المفاتيح ونعمل دايره ثانيه من هنا من الوسط من هنا مع الالت، نسحب كده بالشكل ده كده مثلا، نخليها اي لون بس عشان ايه تبان معانا، نخليها مثلا باللون الاحمر برضو ونجيبها على الثانيه كده، وكنترول حرف الجيم نحاول ان احنا ننزلها تحت. تمام كده، كبر شويه مع الالت اوكي. وهنيجي نعمل بقى ايه، نيجي هنا كليك يمين وناخد النجمه او الستار ونبدا نشد كده مع الشيفت، وبالاسهم سهم لفوق نبدا نزود عدد البروز اللي موجود ده او المثلثات الخارجيه دي. تمام بنزودها خالص كده عادي مفيش اي مشكله، وندوس على الكنترول ونقلل الطول بتاعها. ندوس على الكنترول واحنا دايسين على الشيفت برضو، يعني ايدك على الشيفت وايدك على الكنترول وتسيب بقى خلاص. تمام عملت معايا ترس كده اللي هو بيقصوا بيه البيتزا، ونكبر الت وشيفت مع بعض ونكبر كده بالشكل ده كده مثلا، وكنترول حرف الجيم ننزلها تحت، ننزل كمان بالشكل ده كده مثلا، ونيجي نبدا نكتب اسم المحل بتاع البيتزا اسمه بيتزا جاد. ده راجل صاحبنا وحبيبنا على فكره مش اعلان ولا حاجه. هنيجي هنا كده نغير الخط كاركتر، خط فين الخط ده، ناخد بيتزا لوحدها وجاد لوحدها، نسحبهم نحطهم هنا بالشكل ده كده مثلا، ندورهم كده كده مثلا، وهجيب دي طبعا هم جروب، هعمل كنترول شيفت حرف الجي من لوحه المفاتيح عشان الغي الجروب او فك الجروب، واخد العلامه دي كنترول شيفت حرف الدال من لوحه المفاتيح بتطلع فوق خالص مثلا، ممكن اجيبها هنا كده عشان تعلم تدي اشاره للبيتزا وجاد مع بعض بالشكل ده. طبعا انا عامل لها ظل، انشطهم الاثنين واخش على ابيرنس واجي من هنا حرف الاف اكس، اخش على ستايلز دروب شادو تديني الشكل ده، اقول اوكي. وهاجي بقى اخد الحاجات دي كده ايه نجمل بيها التصميم، يعني ايه كنترول شيفت حرف الدال تطلع فوق كده، ممكن نحطها هنا كده شويه، نصغر كلمه بيتزا مثلا وناخد نسخه من دي نحطها هنا برضو، كنترول شيفت حرف الدال هتطلع فوق خالص مثلا، نخليها لونها اسود حرف الاي ونختار اللون ده يبقى معايا بالشكل ده كده، وابدا اوزع بقى الحاجات دي هنا، وتيجي تخش على الالوان تاخد تغير لونهم مثلا تخليه احمر فاقع شويه اوكي، ممكن تكبر ده شويه كده مثلا نجيبه كده، يعني ده الحاجات دي اذواق انت تقدر تعمل بيها اي حاجه. طبعا هسيب لكم نوع الخط في الديسكريبشن والحاجات دي كلها، وهاجي اكتب هنا في الجزء ده بالكيرف كده بيتزا جت بالانجليزي مثلا بيتزا، واخلي لونها حرف الاي كده واختار اللون ده، ونختار نوع الخط بقى اسمه خالد فونت. نيجي نعمل دايره كده بالشكل ده، ونختار حرف التي من لوحه المفاتيح، نختار النوعيه اللي هي رايت تو ليفت، ونيجي هنا كده نضغط على الحواف بتاعتها ونكتب بيتزا جات بالشكل ده، ونغير لونها برضه اي واضغط هنا كده تمام، وهناخدها هنا بالشكل ده ونصغر الدايره نلفها من هنا كده. طبعا في الجزء اللي فوق ده بتبقى ممكن المكونات يمكن عناوين فروع كده، احنا ممكن نعمل كده نجيب حرف التي ده ونسحب كده ونعمل كده كشكل يعني، وبعد كده انت حر بقى لو في اي حاجه بيانات عندك اكتبها في الجزء ده كده. طبعا ده بيبقى عكس ده وشه لفوق كده، التاني بيبقى عكسه، ممكن ناخد دول كده ونخلي وشهم لفوق كده زي ما احنا عارفين في هنا كده، وده الكتابه وشها لفين ناحيه الاخرام دي او الفتحات دي، وده ناحيه الفتحات برضه، بحيث انت لو جيت تشتغل ما يحصلكش غلطه كبيره وتخسر كتير. وعندي هنا برضو الارقام والعناوين والحاجات دي تتحط هنا كده، وناخد منها نسخه الت وبالشيفت كده نجيبها كده ونخلي وش الكتابه لتحت تمام زي ما انتم شايفين كده، اكبرها لكم عشان تشوفوا، خلي الكتابه لبره كده تمام، ده عدلها يعني. وهاجي كده برضو اخد منها الت واسحبها واحطها هنا في الجنب الثاني بالشكل ده كده، بس نخلي الكتابه الجنب الثاني فيها برضو لبره بالشكل ده كده، ننشطهم الاثنين نعمل لهم الاين كده بالشكل ده كده، يعني بحيث ان هم يكونوا قصاد بعض بالظبط. وممكن برضو نيجي هنا في الجزء ده ناخد الكلمه اللي هي بيتزا جات بالانجليزي ونحطها مع الشيفت كده نصغرها نحطها في الجزء ده كده، ممكن نغير لونها نخليها ابيض
بالشكل ده يبقى تقريبا التصميم خلص. ولو في اي حاجه تقدر ان انت تعدلها وتظبطها وتودي المطبعه الشكل ده وبتودي الشكل ده بدون طبعا الحاجات اللي معموله دي مش هتعملها في التصميم، لكن هتديها لهم هنا بحيث ان هم يشتغلوا عليه. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واعملوا شير وقولوا لنا رايكم في الكومنتات. وختاما اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.